دايما خلي بالك إن إهمال بسيط ممكن يكلفك حياتك كلها. اعمل فولو عشان تتعلم تحافظ على عربيتك صح. يا أهلا وسهلا بيكم. عاوزك كده تتخيل معايا إنك جاي تدوس فرامل ما تلاقيش فرامل. تخيلت؟ تعال أقول لك بقى إيه اللي حصل. السبب اللي عايز أتكلم فيه حاجة بسيطة جدا، أنت بتنسى تغيرها، وهي زيت الفرامل. برضه لازم تبقى عارف إن زيت الفرامل هو اللي بينقل القوة من رجلك للعجل. من غيره ببساطة العربية مش هتقف. ولكن في مشكلة جامدة جدا في زيت الفرامل انت ما تعرفهاش، وهو انه بيشرب رطوبة مع الوقت، وده طبيعي يخليه يضعف جدا. فاضلش غير ان انا اقول لك لازم تاخد بالك لو لقيت الفرامل تحت رجلك بقت طرية شوية، او العربية بتاخد وقت اطول عشان تقف، او لون الزيت بتاع الفرامل بقى غامق. كده ساعتها يبقى الحل بسيط، هو انك تغير زيت الفرامل كل سنتين، ما تزودش او تقلل. اخر حاجة عاوز اقولها لك هي استخدامك للنوع الصح للزيت، يا دوت 3 يا دوت 4. طيب انت اللي هتقول لا، يبقى انا اللي اقول برضه لا. اللي هيقول هو التوكيل بتاعك او الشركة المصنعة، مش اي حاجة وخلاص.